عمرك جه في بالك انك انت مش انت؟ طب عمرك سألتي نفسك ليه كل ما حد يقول لك على فكرة انت عيوبك كذا وكذا بتضايقي جدا وتكوني رافضة اصلا فكرة ان العيوب دي فعلا موجودة فيكي علشان هي فعلا مش فيكي؟ انت ما بتكذبيش، انت فعلا مظلومة. تعالي اشرحها لك. اول ما اتولدتي وانت بيبي كنت عاملة زي القطنة البيضاء، واول سنين عمرك اي حد في بيتك القريب، باباكي، مامتك، اخواتك، جدتك، خالاتك، عماتك، كل دول اي حد فيهم فيه صفة لزقينك بالظبط كأن ايديهم فيها بقع والمية قطع، فبقوا يمسحوا ايديهم في القطنة البيضاء اللي هو انت. النتيجة بتكون ان القطنة من بره بقى كلها بقع، ولكن المفاجأة الجميلة انه من جوه لسه نظيف وابيض وقشطة وزي الفل. باختصار، اغلب الصفات اللي عندك دلوقتي وانت اكتسبتيها من الطفولة دي مش بتاعتك انت، دي بتاعت اي حد من بيئتك القريب. يعني لو انت عصبية وزرزورة دي مش انت، دي اكيد خالتك. ولو انت زنانة وعيوطة وارد جدا تكون عمتك. أو في صفات مخك خلاكي تمارسيها كنوع من أنواع الحماية ليكي، زي مثلا لو انتي باباكي ومامتك كانوا بينتقدوكي كتير وانتي طفلة، فهتلاقي نفسك بتخافي جدا من خوف من الناس عليكي. مخك هيخليكي تمارسي الخوف ده تلقائي علشان ما تتعرضيش تاني للانتقاد وتحسي بالوجع اللي كنتي بتحسي بيه وانتي صغيرة. هتسأليني وتقوليلي لما أنا مش أنا، أمال أنا بقى مين إن شاء الله؟ هفاجئك وأفرحك وأبهرك دلوقتي. انت الحقيقية. أي صفة إيجابية بتشوفيها في أي بنت غيرك وبتبهرك يبقى نفسك تكوني زيها. انت زيها. ازاي الكلام ده؟ هفهمك. الأرواح بتنجذب جدا جدا للي شبهها، فلما بتشوفي بنت تعجبك وتعجبك صفة حلوة فيها يبقى الصفة دي أكيد فيكي وسهل جدا تكتسبيها. هشرح الجزئية دي بالتفصيل الفيديو الجاي، ولكن دلوقتي لازم تتخلصي من كل صفاتك القديمة اللي هي مش صفاتك، صفاتهم هما، وتلزقت لك وعشت بيها سنين كتير من عمرك علشان تعرفي توصلي لهويتك الحقيقية. الخطوة الجاية هتكون أصعب خطوة في رحلتك كلها. ليه؟ لإنك لازم تواجهي نفسك بمنتهى الصدق والشجاعة علشان تعرفي توصلي لحقيقتك. هشرح لك ليه. مخك بيتعامل معاكي بمبدأ رايح زون، زي شات جي بي تي بالظبط، بيقعد يطبل لك على أي حاجة بتقوليها. ليه؟ علشان يحميكي من الألم اللي انتي رافضاه وعاوزة تتخلصي منه بأي شكل، فبيستخدم حيلة دفاعية ما بتخرجش بره الأربعة دول. واحد، يرمي اللوم على أي شخص تاني ويعيشك في نظرية المؤامرة وإن الناس كلها ثعبانين. اتنين، بيعيشك دور الضحية، هما السبب مش انتي، هم وحشين وشريرين ونوتي إنما انتي قمر انتي. تلاتة، هيمسح الموقف من دماغك بأستيكة. في الوقت ده انتي بتقولي أنا مش زعلانة، أنا مش فاكرة أصلا إيه اللي حصل. انتي فاكرة كده، لكن مخك ضحك عليكي وخبى عليكي زعلك ده وهيطلعه في صورة رخامة وغتاتة على الناس كلها. أربعة، أو هيخليكي هجومية وعدوانية وتاخدي ردود فعل عنيفة جدا جدا على مواقف هبلة وما تستاهلش أصلا. يعني ممكن تكوني نازلة شغلك عادي الصبح وتقولي صباح الخير لزمايلك، وواحدة فيهم يكون جوزها مأكد عليها على الصبح تقولك صباح النور بكآبة كده، تتعصبي وتتهجمي عليها وتقومي تجيبيها من شعرها. فهمتي؟ علشان كده بقول لك الخطوة اللي جاية دي مؤلمة جدا جدا ومحتاجة انك انت تستجمعي كل طاقتك وشجاعتك وصدقك علشان تواجهي نفسك بالحقيقة. طب تعملي ده ازاي؟ أول حاجة النية القلبية للتغيير، تنوي تتغيري من قلبك وترجعي لربنا سبحانه وتعالى. دي أهم خطوة في مشوارك كله، هيترتب عليها كل مشوارك، لأن علاقتك بربنا وصلتك بيه هي البوصلة بتاعتك اللي هتوجهك في رحلتك، علشان لو توتي في نص الطريق تلاقي اللي يدلك على الطريق. بصي يا ستي، ادخلي أوضة ضلمة واقعدي فيها لوحدك، طب حتى يكون فيها يعني نور بسيط كده وهادي ومريح للأعصاب. ليه تكوني لوحدك ومحدش معاكي؟ علشان ما يفصلوكيش وتاخدي قعدتك كلها براحتك وتقدري تطلعي كل اللي جواكي. ابتدي القعدة بإنك انتي تحضري نفسك، متضحكيش، أنا بتكلم بجد. احضري نفسك جامد، حضن اللي تمنيتي إن حد يخدمهولك في أكتر وقت كنت ضعيفة فيه
محتاجة تحسي بالأمان. طول ما انت بتكلمي بتطلعي المواقف اللي ضايقتك ادعمي نفسك. طول القعدة انت حضناكي، بتطبطبي عليكي، تمسحي كده على شعرك، تدعمي نفسك. ده هيسهل عليكي جدا الألم والوجع اللي انت هتكوني حاسة بيه وانت بتتكلمي. كل الألم ده متخزن جواكي، لازم يطلع. هتقولي ايه بقى في القعدة دي؟ هتفتكري فيها كل السواد اللي عدى عليكي في حياتك. مسموح لك لآخر مرة انك تمارسي هوايتك المفضلة وتبقي دراما كوين. اقعدي ولولي زي الأستاذ محمد نوح، نكدي على نفسك، افتكري القديم والجديد. من أول ما كنتي في الحضانة والمس زعقتلك علشان طلعتي الأكل وكلتي في نص الحصة وهي بتشرح، لحد خناقتك مع جوزك أول امبارح. كل حاجة سيبي مخك يطلع وهو هيطلع، متقلقيش. ولازم تتكلمي بصوت مسموع، وتخيلي الألم وهو طالع مع الكلام اللي انت بتقوليه. علشان كده بقولك لازم تتخلصي من كل اللي في البيت في اليوم ده، خصوصا جوزك. لو سمعوكي هيطلعوكي على المسرح اللي باقي من حياتك. سامعاكي يا اللي بتسأليني وتقولي لي أيوة يعني هنستفيد إيه من النكد ده كله؟ هقولك إنك الأسبوع الجاي إن شاء الله لما أنزل لك فيديو إزاي تكتشفي هويتك الحقيقية، تكوني متقبلة نفسيا كل الصفات اللي فيكي دلوقتي بمنتهى الصدق والشجاعة، ولكن من غير ألم ووجع. الألم والوجع بيخلونا نخاف نطلع كل اللي جوانا، فلما هنتخلص منه الأسبوع ده إن شاء الله هيكون أسهل عليكي كتير بإنك انتي تعترفي بالصفات السلبية اللي فيكي بأمانة وصدق وشجاعة، ومن غير أي رفض أو مقاومة ليها. ده التدريب بتاعك الأسبوع ده. لو في حاجة وقفت معاكي أو انتي حابة تسأليني أي سؤال سيبيهولي تحت في التعليقات وأنا هرد عليه. واعملي لايك للفيديو واشتركي في القناة علشان تتابعي معايا سلسلة التغيير اللي هتنزل كل أسبوع. آخر حاجة عاوزة أقولها لك، انتي فعلا مش وحشة، انتي بس لسه تايهة ومهزوزة ومش عارفة الطريق لنفسك الحقيقي، وأنا متأكدة إنك هتوصلي لها زي ما أنا كمان وصلت لها، وقريب جدا هتكون فتاة أحلامك.